مساء الخير عليكم. طارق مهدي معاكم. انا جاي النهارده اتكلم معاكم على موضوع مهم جدا، ويمكن من اكتر المواضيع اللي انا بحب اتكلم فيها دايما هي السكسسفul سيلز سكيلز. ازاي يكون عندي سكيلز تأهلني ان اكون سيلز سكسسفul. طيب اهم حاجه لما هنيجي نتكلم في النقطه دي ان احنا نفهم حاجه مهمه جدا، ان انا كسيلز محتاج يكون عندي جزئين او شقين هما مهمين جدا، لازم يكون الاداء فيهم عالي، ما ينفعش فيهم واحد يكون اعلى من التاني، ولازم انا انتجريت الاتنين مع بعض عشان احقق الجول بتاعي. طيب ايه هما الشقين او ايه هما الحاجتين دول؟ اول حاجه ان انا يكون عندي تكنيكال سكيلز قويه جدا، او عندي انفو او معلومات قويه جدا. المعلومات دي مش شرط بس يكون عن المطور، عن السي في بتاع المطور، عن الملاءه الماليه، عن اللوكيشن، عن الديستنيشن. لا، ده ممكن تكون شبكه المواصلات اللي عندي في اللوكيشن، مستقبل المنطقه اللي انا ببيع فيها، كل معلومه ريليتد للمشروع اللي انا بتكلم عليه، ريليتد للمطور، ريليتد للديستنيشن، ريليتد حتى للشبكه المواصلات اللي حواليه. كل المعلومات دي هتخدمني انا كسيلز عشان اقدر اعمل البرزنتيشن بتاعتي صح للكلاينت بتاعي. طب ليه يا طارق احنا محتاجين كم المعلومات دي عشان اقدر اعمل برزنتيشن للكلاينت بتاعي؟ هقول لك انت ليه محتاجها. لان السيلز بالنسبه او عالم السيلز كله اصعب حاجه فيهم هو الريل استيت، لان السيلز بتاع العربيات، السيلز بتاع الموبايلات، هو اوريدي وهو بيبيع للكلاينت بتاعه هو عنده برودكت، عنده المنتج، هو واقف قدام الكلاينت وبيبدا يشرح له المواصفات بتاعه البرودكت بتاعه، لونه، طوله، عرضه، وفي نفس الوقت الكلاينت بيتاثر عليه سمعيا وبيتاثر عليه بصريا من المنتج اللي قدامه. فبتبقى الموضوع بسيط شويه، مش محتاج قدر كبير من المعلومات عشان اعمل ده. ولكن في الريل استيت هيكون الموضوع اصعب شويه، لان انا هنا باخد كل المعلومات دي وبوظفها ان انا اخلي الكلاينت بتاعي يتخيل هيعيش فين، اللوكيشن اللي هو هيعيش فيه او المشروع اللي هيشتري فيه ده هيوصل له عن طريق شبكه طرق لسه هتتعمل، او شبكه مواصلات لسه هتتعمل زي المونوريل مثلا. هتبقى المعلومات اللي انا قاله دي اللايف ستايل اللي هيعيش فيه في الكومباوند عامل ازاي، الفاسيلتي هيكون شكلها ايه، الديزاين، وهكذا. فانت دايما بتجمع اكبر قدر من المعلومات عشان توظفها ان انت تفيجوالايز او تهيئ للكلاينت، تخليه يتخيل البرودكت اللي هو هيشتريه، المشروع اللي هيشتريه هيبقى عامل ازاي. فلو النهارده عندك اي نقص في المعلومات دي هيبقى تأثيرك على الكلاينت قليل، هيبقى المعلومة ما بتوصلش للكلاينت كويس، فمش هتقدر توصل للبوينت اللي انت عايزها. طيب ده اول شق. هل يا ترى احنا النهارده لو انا قدرت ان انا اذاكر كل المشاريع والم بكل المعلومات العامه ويبقى عندي كل ده، هل هكون سيلز شاطر؟ لا طبعا. لان انت لو عندك المعلومات دي كلها وما قدرتش توظف المعلومه دي ان انت يبقى عندك كلاينت انت بتكلمه او بتديله المعلومات دي، فمش هتقدر تبيع. فكده ده الشق الاولاني. الشق الثاني هو الكلاينت، الوصول للعميل. ويمكن احنا التفاصيل دي احنا اتكلمنا فيها في الفيديو بتاع هاو تو سيل، ازاي انت بتبيع، ولكن خلينا نريكاب عليها سريعا. ان انت تبيع لازم يكون عندك existing pipeline، لازم تكون فاهم السيلز فانل، الهرم المقلوب، ازاي بنبدا بشريحه كبيره من العملاء ونقفلها على عدد قليل. لازم تبقى فاهم ان يكون عندك تايم مانجمنت للوقت بتاعك اللي انت بتخش فيه مكتبك تشتغل فيه 6 ساعات 7 ساعات، ان انت لازم تستفيد باكبر قدر ممكن في الوقت ده، ان انت تتكلم الاكزيستنج بايبلاين، ان انت تعمل بايبلاين جديد. وبعد كده لما انت يبقى عندك البوتنشال من الكلاينتس دي تقدر تانتجريت المعلومات اللي عندك مع البوتنشال كلاينتس دي، وتبقى بتستخدمها او بتنفذها مع الكلاينت في الميتنج، فتقدر في الاخر تحقق مبيعات كويسه قوي. لو انت حابب تسمع توبكس اكتر من كده، لو انت حابب تسمع توبكس معينه انا لسه ما اتكلمتش فيها، هستاذنك تبعت لي على الكومنتس وتقولي رايكم في الفيديو وايه المقترحات اللي حابين تسمعوها او تشوفوها في الفيديو الجاي.